صباح الخير عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة اخترت لكم صنف حلو وسميته واي فاي كيك، بس هو عبارة عن كيكة شوكولا بالموز. والسهل اللي في الوصفة دي إن مكوناتها موجودة طول السنة، والأهم إنها مش محتاجة الفرن. أصلا أنا بيني وبينكم مش بظبط الكيك قوي في الفرن. يلا ناخد سكرين شوت للمكونات عشان أكلمكم عن فوائد كيكتنا النهاردة. عايزة أقول لكم إن فاكهة الموز من الفواكه المفيدة جدا، بس من غير ما نكتر منها، لأنها غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز وفيتامينز A وB6 وC، ده غير كمان الألياف اللي فيها. يعني هنكون مهتمين بصحة القلب والجهاز الهضمي، لا وكمان نضارة الجلد. نيجي بقى لبودرة الكاكاو، ودي مفيدة عشان غنية بالحديد والزنك والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة. يعني هي مفيدة للإدراك والمناعة وبتعتبر مضادة للالتهابات. مع العلم كمان إن قطعة الكيكة الواحدة فيها أقل من 250 كالوري. غير كده وكده بقى الموز مع الكاكاو بيخلوا طعم الكيكة جنان يمين. لاحظوا معايا إنها سوت الكيكة في الطاسة على البوتاجاز من فوق، وده أسهل بكتير من قلق تسوية الفرن وهبوط الكيك. ودلوقتي لما قطعتها شكلها عامل زي علامة الواي فاي. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رأيكم، طبعا شير لأصحابكم. مع كامل شكري لسهام من أمريكا اللي قدمت لنا الوصفة. لما أقوم أعملها بقى أحسن ريقي جري عليها.